السلام عليكم متتبعين نجمة روسي. اليوم جبت لكم وصفة المشوك للعيد إن شاء الله. خيرت لكم هذه الوصفة لاخاطش طريقتها بزاف سهلة، يعني ما تاخذش بزاف الوقت والنتيجة أكيد أكثر من رائعة. يجي طري بزاف ومعسل حتى للداخل كيما كامل نحبوه. نبداو الوصفة بعد بسم الله. أنا لهنا راح نستعمل اللوز، وانتم إلا حبيتو ديروا الكاوكاو راح تبقى نفس الطريقة. جبت اللوز اللي كنت رحيتو كيما وريته لكم، ماشي خشين بزاف وماشي رقيق حتى يولي بودرة. هذيك الكمية قسمتها على هذا الكاس 3 مرات، يعني درت 3 كيلات، وراح نزيد معاه كيلة تاع سكر. لهنا سكر يكون عادي ماشي سكر غلاس. نزيد مغرف صغيرة لافاني، مغرف صغيرة تاع زبدة، ومبشور الليمون. بالنسبة لمبشور الليمون ننصحكم ديروا كمية مليحة، كيما على بالكم مبشور الليمون يمشي بزاف مع اللوز، يعني راح يزيد نكهة وذوق بزاف بنين للمشوك. بعد ما خلط المكونات وذابت الزبدة كامل مع السكر واللوز، جبت البيض وراح نبدأ نطم فيه. هذه الوصفة الكمية تاع البيض راح تكون على حساب الكمية تاع اللوز. باش يجي المشوك طري ويتعسل حتى للداخل لازم نستعملوا الكمية تاع الصفار كثر من البياض، يعني راح ندير كل حبة بيض تمشي معاها 2 صفار. انا لهنا كيما شفتوا الكيلة اللي درتها كانت صغيرة بزاف، يعني قادر غير حبة بيض تطمها لي، بصح كيما قلت لكم لازم الصفار يكون غالب باش يجينا طري. لوغ واش درت، حطيت الصفار هو الاول وشفت شحال طم لي، ومن بعد راح نزيد معاه الحبه تاع البيض. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. باش ما نتلفها لكم نتوما لا درتو كميه كبيره على نتاعي، امشوا بحبه بيض موراها 2 صفار ومن بعد حبه بيض 2 صفار حتى تنطم لكم العجينه. نبهكم هنايا البيض لازم تزيدوه بالعقل ماشي على ضربة، سينو راح يجيكم جاري كيما درت انا. وحطيت الحبة تاع البيض كاملة، من بعد جات كبيرة على الكمية حتى جرات لي ومستحيل راح نقدر نشكلها وهي هكا. نزيا كان مازال عندي اللوز جبته وبديت نزيد فيه بالعقل حتى نشفها شوية، سينو كيما قلت لكم ما راحش نقدر نشكلها. وحتى اذا شكلتها غير يسخن السكر في الفوق ويبدا يذوب راح تتفرش كامل الحبة ويجيني المشوك يابس. على باليش اذا لهنا راهو يبان لكم ولا اذا لاحظتوا راني نطم فيها وفي نفس الوقت راني نعجن فيها شويه بيدي. هذه الطريقه تاع نعجن اللوز راح تخليني نربح الوقت، يعني في بلاصه ما نخلي لاباط تبات او تريح باش السكر يذوب ويطلق روحه ويجيني المشوك كطري، راح نعجنها شويه باش نذوبه بيدي. هنا بعد ما طميتها راح نوزنها حبات اللي فيهم 35 غرام، والوزن تقدروا تزيدوا وتنقصوا على حساب الرغبه تاعكم. انا 35 غرام صراحه نشوفها حبه مليحه ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره بزاف. نعاود نقول لكم الوزن يبقى على حساب الرغبه تاعكم. راح نكمل نوزن كامل الحبات ونعاود نولي ليكم. بعد ما وزنتهم جبت شويه لوز ايفيلي اللي راح نرمد فيه، كما تقدروا ديروا اللوز اللي يكون مرحي شويه خشين، ولا درتوا الكاوكاو تقدروا تستعملوا ثاني الكاوكاو مرحي ولا الكاوكاو ايفيلي. راح نسحق ثاني بياض حبه بيض اللي راح نديروه قبل اللوز. والطريقة كما راكم تشوفوا نحكم الحبة نعاود نشكلها شوية، نغطسها في البيض ومن بعد نحطها في اللوز وندورها باش ترفد اللوز من كامل الجوانب. نحطها في سنيوة كما راكم تشوفوا. انا لهنا ما كانش عندي بابي كويسون حطيتهم في لي كيسات، نتوما الا كان عندكم بابي كويسون من الاحسن ديروا فوقو ما تخسروش لي كيسات لاخاطش راح نبدلوهم من بعد. وفي المرحلة الاخيرة جبت لي سوريز وراح نديرهم لهم من الفوق كتزيين قبل ما يطيبوا. دخلتهم يطيبوا على 160 درجة غير ينشفوا من تحت ويبداو يحمروا، شعلوا لهم من الفوق باش يدوا لا كولور، ما راحش يدوا بزاف الوقت في الفوق، ما لازمش تخلوهم يطولوا في الفوق سينو راح يجيكم بزاف ناشف. هنا كانوا طابوا ماما راهي معايا وتقولي علاش راكي تعسلي فيهم، بكري ما كناش نعسلو مشوك. نزلت لهم كامل مغرف كبيره تاع العسل، وانتم تحبوا تعسلوهم ولا تحبوا تخلوهم هكاك. المشوك حتى اذا ما عسلتوش راح يكون معسل وحده غير بالسكر اللي درناه وراح يكون طري من الداخل. رانا وصلنا لنهاية الوصفة تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. قبل ما تروحوا نفكركم اذا ما كوش مشتركين في القناة اشتركوا، خلوا لي لايك وكومنتير، ونتلاقاو في وصفة جديدة ان شاء الله.